الاغتسال نعم. وإعادة الوضوء بعد الاغتسال للصلاة أو الصلاة بذلك الغسل دون إعادة الوضوء. للفقهاء في هذا تفصيل. يقول الوضوء الذي يتوضأه الإنسان قبل الغسل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إمامنا وهو الإمام مالك رحمة الله عليه جعله أن يكون مرة لكل عضو من أعضاء الوضوء، مرة واحدة. هذا من باب الابتداء في الغسل. الإنسان كيف يبدأ الغسل؟ عندما يزيل الأذى الذي نسميه الآن الاستنجاء، عندما يستنجي ويزيل الأذى ويغسل موطن الأذى جيدا، عندئذ يتوضأ وضوءه للصلاة، وجاز له أن يتوضأ للصلاة هنا مرة واحدة، لكن ليس للصلاة. نعم. يقول وضوءه للصلاة كتشبيه. وعندما يغتسل، وهنا إذا أحضر النية أن هذا الوضوء يصلح للغسل وللصلاة بعد الغسل، يعني هذه النية استحضرها في بداية هذا الأمر لرفع الحدثين معا. نعم. فعندئذ جاز له بعد الانتهاء من الغسل إذا لم يحدث ناقض من نواقض الوضوء أن يصلي بغسله دون إعادة الوضوء. نعم. ولكنه إذا لم ينوي، إذا لم يسبق بهذه النية، فإنه يعيد الوضوء في النهاية. إذا كان غسلا عاديا، يعني غسلا عاديا، استحمام غسلا عاديا، ليس غسلا هناك غسل عادي، لا يعني استحمام فقط. استحمام ما فيش هذا استحمام. لا بد من الوضوء. وهكذا الاستحمام الذي يغتسل به الإنسان لإزالة العرق ولإزالة الأوساخ ولتنظيف، هذا ليس غسل تعبدي، غسل عبادة، هذا غسل، هذا معناه تنظيف، استحمام. نعم. فإذا لا بد من الوضوء للصلاة. نعم. هذا لا يكفي للصلاة. وربما الحرج الذي ربما يتساءل عنه الناس في هذا الموضوع يا أستاذ، ستر العورة، يقول لك يجب عليه أن أسترها ثم أتوضأ. لا، الستر ليس مطلوبا في هذه الحالة، لأن مكان الغسل ومكان الوضوء راك في سترة، راك باب مغلق عليك، هذه سترة بالنسبة إليه. ولكن السترة المطلوبة، يعني المطلوب في قضية العورة عدم مسها. نعم. لأن مس العورة من نواقض الوضوء. نعم.